رابعا، الأوتار الفائقة. واحدة من أكبر المعضلات العلمية التي كانت تسبب الصداع والضجيج للعلماء هي مسألة توحيد قوى الطبيعة الأربعة، وهي الجاذبية، الكهرومغناطيسية، القوى النووية الكبرى، والقوى النووية الصغرى. ودائما ما كان يطرح سؤال، وهذا السؤال هو سؤال جوهري، وهو: ما هي المكونات الأساسية الأولية الغير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتقسيم التي يتركب منها كل شيء في الكون؟ ومن أهم أسباب عدم إيجاد العلماء جواب شافي لهذه المعضلة هو التنافر بين أهم نظريتين فيزيائيتين في العصر الحديث، وهما نظرية النسبية لأينشتاين ونظرية الكم لماكس بلانك. رفض أينشتاين تقبل نظرية الكم كنظرية أساسية، وفي السنوات الأخيرة من حياته كان يحاول إيجاد طريقة للمصالحة بين النظريتين في الجاذبية وميكانيكا الكم، لكنه مات، لم ينجح في ذلك. بعد موته حاول الكثير من العلماء إكمال ما بدأه، حيث ظهرت نظرية غريبة للعالم سميت الأوتار الفائقة. هذه النظرية تقول بأن الكون له 10 أبعاد، لا نعرف من هذه ال10 أبعاد إلا 4 أبعاد: المكان 3 زائد البعد الرابع وهو الزمان. والحقيقة في هذه النظرية أنه لا وجود لأي جسيمات أساسية مبدئية كالإلكترون والكوارك، وإنما الموجود فقط هو أوتار مهتزة متذبذبة كأوتار الجيتار، وهذه الجسيمات ما هي إلا انعكاس لتلك الأوتار، وكل اهتزاز يتماشى مع جسيم معين. فالإلكترون مثلا ما هو إلا اهتزاز مستوى طاقة معين لهذا الوتر، والنيوترون ما هو إلا اهتزاز آخر للوتر ذاته. في نظرية الأوتار الفائقة يمكننا تصور الكون كقطعة موسيقية تنتجها اهتزازات الوتر الفائق، وهنا يطرح سؤال جوهري محوري في هذه الفرضية: طيب لو كان الوتر هو المكون الأساسي الأول والنهائي للكون، إذن فما هي مادة الوتر نفسه؟ ما هي مكونات الوتر؟ يجيب العلماء بأن هذا السؤال هو يناقض وينافي المبدأ الأساسي لهذه الفرضية، والذي ينص على أن الوتر هو المادة النهائية التي تكون منها كل شيء في الكون. هذا الجواب يبدو وكأنه جواب تعجيزي للعقل. لماذا؟ لأنه في الماضي كان العلماء يعتبرون بأن الذرة هي الجسيم الذي تكون منه كل شيء في الكون. بعد ذلك اكتشفنا بأن الذرة ما هي سوى جسيم في داخله آلاف الجسيمات الأخرى، منها الإلكترون، النيوترون، البوزيترون، الكوارك، وجسيمات أخرى لا نعلمها.